السلام عليكم. اتكلمنا في فيديوهات سابقة عن فكرة الكونتنت ماركتينج أو التسويق بالمحتوى، وقلنا إن التسويق بالمحتوى ده معناه باختصار إنك أنت تكون بتقدم قيمة للناس. القيمة دي قد تكون معلومات بتقدمها لهم في مجالك أو استشارات أو حل مشاكل أو غيرها، يعني باختصار بتساعد الناس في مجال عملك، وفي المقابل بتحصل من الناس على قيمة وهي الخدمات المدفوعة اللي أنت ممكن تكون بتقدمها. النهارده جاي اقول لك ان في بعض العناصر المهمه جدا والاركان الاساسيه في عمليه التسويق بالمحتوى عشان الكونتنت ماركتنج بتاعك يكون فعال وناجح. العناصر دي تتلخص في كلمه بيست. اول حاجه ان المحتوى بتاعك يكون beneficial، حرف البي beneficial يعني نافع، يعني مفيد. انت مش بتطلع تقول اي كلام وتضيع على الناس وقتها وفي الاخر تقول ما انا كده بقدم محتوى. لا، مش دي نوعية المحتوى اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نقدم محتوى نافع beneficial. تاني حاجة ان هو يكون محتوى emotional يعني فيه بعض العاطفية والمشاعر، لان احنا قلنا برضو في فيديو سابق ان الانسان عبارة عن كائن عاطفي بالدرجة الاولى، فبالتالي عشان تخاطبه وتلمسه فعلا لازم تركز على حتة المشاعر. يعني على سبيل المثال تقدم له محتوى يخليه يحس بالثقة فيك وفي نفسه، تقدم له محتوى ملهم، محتوى إيجابي يديله طاقة ويديله حماس كده إن هو يعمل حاجات إيجابية في حياته وهكذا. ثالث عنصر وهو إنه يكون استراتيجيك، محتوى استراتيجي. استراتيجي يعني محتوى يتناسب مع أهداف الشركة بتاعتك. يعني على سبيل المثال لو أنت بتقدم خدمة في مجال العربيات مثلا، ما ينفعش تطلع تقدم محتوى بيتكلم في الكورة. ما انت المجال بتاعك العربيات، يبقى لازم المحتوى بتاعك يكون محتوى استراتيجيته بتخدم المجال بتاعك اللي هو العربيات. اخر حاجة انه يكون محتوى تارجتد او مستهدف بشكل مناسب. يعني ايه مستهدف؟ يستهدف مين؟ يستهدف العملاء بتوعك. يعني في مثال العربيات ده ما ينفعش تكون بتقدم محتوى بيكلم طلاب المدارس وانت راجل عندك معرض عربيات. كلم الناس المهتمين بالعربيات اللي عندهم مشاكل في العربيات. طلاب المدارس ما بيسوقوش عربيات، بتقدم لهم محتوى ليه؟ مش ده السوق بتاعك. فإذا العناصر دي انت لو عملتها والتزمت بيها تأكد ان المحتوى بتاعك فعلا هيكون محتوى فعال وهيأثر على مبيعاتك بشكل إيجابي. لو عايز تعرف أكتر عن التسويق اعمل لايك وشير للفيديو وتابع الصفحة. سلام عليكم.